السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا من جديد في قناة ديلي ويد فاتحة. فيديو جديد اللي كنتمنى يلقاكم كلكم بخير وعلى خير. غنحضر معكم الشباكيه اللي كتجي لذيذه ومعلكه. سيدي رمضان على الابواب جاي وحنا كنحضروا ليه. نتمنى يدخل عليكم برزق وبالصحه وبالسلامه. شباكيه ماشي كلشي الناس كتنجح معاهم، ماشي كلشي الناس كيديروها، لأنها صعيبة وما كتنجحش 100% مع الجميع. وانا جبت لكم هاد الطريقه السهله، الا تبعتوا الطريقه وتبعتوا المقادير بالتدقيق راه غتنجح معكم اكيد 100%. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وواحد الكومونتير زوين بحالكم. ولاول مره تدخل القناه ديروا ابوني باش يوصلكم جديد القناه. وخليكم معايا من الاول الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، المقادير ديال نص كيلو، ما درتش الكميه كثيره، غادي نعطيكم القوام ديال نص كيلو. هنا عندي نص كيلو ديال الطحين فورس. الشباكيه شغلها واعر، الا ما كاينش العوين الواحد يدير غير كميه قليله، نص كيلو تغلبي عليه. كي قلت لكم نص كيلو ديال الطحين، غادي ندير شويه ديال الملح. تاخذوا غربال تغربلوا النافع وحبه الحلاوه اللي مطحونين، ضروري تغربلوهم باش ما يدوزوش لكم دوك الحبيبات الصغار في العجينه، لحقاش الا دازو كيقطعوا العجينه ملي تبغيو تقرصوها. هنا كي شفتوا معلقه كبيره ديال النافع، انا ديجا عندي النافع انا مطحون، شاريه مطحون. معلقه كبيره ديال حبه الحلاوه حتى هي مدقوقه. معلقه كبيره ديال القرفه. صافي غادي نغربلهم. كي كتشوفوا راه بقاو دوك الحبيبات الصغار في الغربال. هنا غادي نضيف نص كاس ديال الزبده اللي ذوبتها حتى تحيد منها اللبه ديال الحليب، ومن قبل راني ضفت نص كاس ديال زيت العود غير ما تسجلش ما تصورش ليا. هنا عندي نص كاس ديال الزنجلان شويه مصهاد، غادي نطحنو. وطحنته في الطحانه حتى ولا كيف العجينه، طحنوه مزيان، ما تخليوش مفرتت باش ما يقطعش لكم العجينه. هنا عندي نص كاس ديال اللوز المسلوق ونفسخ وما قليتوش، خليته هكاك، وغادي نصهدو واحد شويه فوق البوطه على المقله وغادي نطحنو. وحتى هو طحنوه مزيان كيولي كيف العجينه، ما تخليوش مفرتت. راه الفتات ديال الجنجلان والفتات ديال اللوز راه هما كيخرجوا على العجينه، ما يخليوكمش تدلكوها وتقطعوها كيف بغيتو. صافي من بعد هنايا غادي نبدا نبسس كلشي مزيان، تبسوها مزيان، وهذا هو السر ديال الشباكيه اللي كيخليها تجي معلكه، هاد التبسيسه. ومن بعد ما بسستها مزيان ضفت قريصه ديال الخميره الفوريه. شوفوا الشده ديال يديا بصبيعاتي بجوج، صافي غير شويه. وضفت معلقه، قولوا معلقه ملحوسه صغيره ديال الخميره الحلوه. ما تكدروش بزاف، راه الخميره في الشباكيه راه كتخسر الشباكيه في الاخر، الا ما كانش العوين الاخر العجينه الاخرى راه ما كتبقاش طوعكم تقرصوها ولا تقطعوها كيف بغيتو. انا كاينين بعد الشباكيات والله ما كندير فيها الخميره لا ديال الخبز لا ديال الحلوى، وكتجيني ما شاء الله معلكه وهشيشه كتذوب في الفم. هنا خديت كاس الا ربع ديال الماء الزهر، غادي ندير فيه ضامه ديال الزعفران، وجدوا على تيساع باش يذوب لكم الضامه، وغادي ندير فيه حتى الزعفران شعره، غادي يطلقوا باش يعطوني اللون وحتى النسمه. وباش دغيا يطلق ليكم، يعني يطلق الزعفران والضامه، سخنوا شويه الماء الزهر. كتخلطوا مزيان وتخليو الكاس على جنب على ما دابت ديك الضامه وطلق الزعفران اللون ديالو النسمه ديالو. كتصفي ويدوز الماء فقط العجينه، واللي بقى كتحتفظوا به ديروه في اي حاجه. بحال دابا انا هنا نصبه الحريره خويته في الحريره. هنا ضفت 2 معلقات كبار ديال الخل. الخل الدور ديالو هو اللي كيخلي الشباكيه تجي هشيشه، وإلا كثرتو منه راه كيشتتها. الا درتوها في الزيت ديروا من تبغيو تقليوها راه ما تلقاو ما تجمعوا فيها. صافي هنا غادي نجمع بهذاك الكاس ديال الزهر، والعبار اللي عطيتكم بالتدقيق جمعته بالكاس الا ربع ديال الزهر، يعني ما زدت حتى حاجه. هذا هو القياس ديال العجينه. وإلا كان عندكم الدقيق كيبقى الدقيق على حسب النوع، يعني الدقيق اللي ما كيشربش
ما تزيدوش بزاف، راه الشباكيه الا خليتوها رطبه بزاف ما كتجيش زوينه، وإلا خليتوها قاصحه بزاف كذلك ما كتساعدكمش في التقراص. هذا هو القياس ديال العجينه اللي عطيتكم بالماء وبالمقادير بالتدقيق. صافي هنا غادي نجمعها وندلكها واحد شويه ونديرها في البلاستيكه باش ترتاح. ضروري تدلكوا العجينه مزيان باش تجيكم الشباكيه معلكه وهشيشه. انا دلكتها بيديا، واخا كاين العجان ولا عندها العجان دير العجان احسن. صافي بعد ما دلكتها مزيان قسمت العجينه كويرات وغنديرها في البلاستيكه ترتاح. شباكيه كاين اللي كيدير فيها البيض، انا ما كنديرش البيض وصدقوني راه كتجي شباكيه روعه، والاكثريه كيديروا فيها البيض. بعد ما ارتاحت خديت الكره الاولى وغادي نقرصها بالمدلك ونتنيها كي المسمنه ونعاود ثاني نرجعها البلاستيكه ترتاح. غادي ندير لهم كاملات هكا. هذه الطريقه كتساعد العجينه كتخليها تجي مدلوكه مزيان. صافي قلت لكم كنتبع الطريقه الكرات كاملات، والطريقه راه سهله باش كتساعدكم من تبغيو تورقوها ولا ديروها في الماكينه ديال الشباكيه كتجي سهله دغيا كتورق، وحتى بيديكم ما عندكمش الماكينه باش كتساعدكم من تبغيو تقرصوها بالمدلك وتقطعوها كتجي سهله. صافي هاكي قلت لكم هنا غنتبع الطريقه الكرات كاملات وغنعاود ثاني نرجع البلاستيكه ترتاح واحد شويه، واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. صافي من بعد ما ارتاحت دابا غادي ندوزو لسيدي الشباك. هذا هنا هي الخدمه، راه هذه هي الخدمه العويصه ديال الشباكيه. تعجنيها وتكوريها وتخليها في البلاستيكه الشباك. هذا هو المشكل ديال الشباكيه اللي كيخليك تكرهي الشباكيه. صافي كي كتشوفوا الطريقه غادي نسرح انا عندي الماكينه غنخدم بالماكينه ديال الشباكيه. غادي نسرحها ونقسم الشريط على جوج وندوزو في الماكينه. كدوزو في النوب الاولى في الجوج في الخفيفه في الاول باش كتكون العين محلوله، يعني العجينه ما كتقطعش لحقاش هنا العجينه باقا غليظه. عاد كدوزوها في النمر، انا كندوزها في الجوج في الاول وندوزها في 4 عاد 5 هي اللي كتعطيني الشريط رقيق وكنقطع. خدمت بالجرارات اللي كيتباعوا ديال الشباكيه كي شفتوا قطعت بها ساهله كتسهل الخدمه وكتجي الشباكيه كلها مقاده. عطاتني 5 شروط، كندير جوج فوق جوج وكنقلب كيبقى عندي الشريط الاخر. شفتوا الشباكيه قلبتها كنلقي ليه الريوس بجوج وكيبقى عندي واحد الخويتم. كتخشيو صبعكم وكتحلوا كتقلبوا وتحلوا، راه ساهله. صافي كتحاولوا تحلوا لها الوسط مزيان وكتسدوا لها الجناب ديالها. الجرار اللي خدمت به كيعطيني شباكيه صغيره، وكاين جرار ما كبر منه على حسب الذوق اللي بغيتوها صغيره بغيتوها كبيره. غنحاول نخدم معكم الثانيه. غنحليها الخطوط ديالها بالجراره، جوج خطوط جوج فوق جوج، كيبقى واحد الشيط كتقلبوا كتسدوا لي الريوس. راه الطريقه سهله، تخشيو صباعكم في داك الخويتم وتقلبوها. صافي من بعد ما شبكتوها كتخليوها ترتاح واحد الساعه تنشف ولا حتى لساعتين، وكتقليوها في الزيت سخونه. كتسخنوا الزيت في الاول وتنقصوا النار، ما ديروها مهيله، ما تخليوش النار مجهده. شباكيه دغيا كتحمر وكتبقى خضره من الداخل. مباشره بعد ما كطيب كديروها في العسل اللي ديجا محضرينه قبل بليله ولا في الصباح قبل. الا كنتو غديروها في العشيه يكون العسل محضرينه في الصباح باش كيكون ثقيل، لان العسل الجاري ما كيشدش في الشباكيه. ما صورتش لكم لي ديطاي، ما بغيتش الفيديو يجيني طويل لان عندي ديجا الفيديوهات ديال الشباكيه سابقه. وهذا هو الشكل ديال الشباكيه اللي حضرت معكم، كتجي معلكه ولذيذه بزاف ومجعبه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش لايك وواحد الكومونتير زوين بحالكم، وخليتكم في راحه الله الى فيديو جاي ومع وصفه جديده ان شاء الله.